انا بنطلق من ايه؟ بنطلق من يعني انتوا يعني الناس بتطالبنا كان التاريخ البديل ده ابتدى يجي ويحط الفكر المنطقي العلمي لمدرسه ما كانتش بتتبع هذا الفكر المنطقي العلمي. امال مدرسه المصريات بتتبع ايه؟ بنتبع ميولنا، بنتبع التاريخ التوراتي زي ما هم فاهمينكم، بنتبع تكييف كل الموجودات والمكتشفات الاثريه عشان يتوافق مع روايه التوراه عن تاريخ البشر. ايه علاقه المصريات بتاريخ التوراه؟ مفيش اي علاقه. لو التوراه بتقول ان عمر الحضاره 5000 سنه، طب ما احنا عندنا حضارات النقاده والبداري باديه من 10000 و8000 قبل الميلاد. ما كنا انكرنا هذه الحضارات اللي هي البري دايناستيك اللي هي ما قبل الاسرات. ما ترجع هو التاريخ المصري عباره عن هرم بس، هرم خوفو؟ يا جماعه التاريخ المصري القديم ده حاجه واسعه جدا، حاجه كبيره جدا. انت بتتكلم على حضارات ما قبل الاسرات بترجع وفي اسرات قبل اسره نارمر. يعني عندنا الاسره زيرو قبل الاسره بتاعت نارمر او مينا، وقبل كده كمان لو عايز بس قبل كده ما تقدرش تقول عليه حضاره، تقول عليه تجمعات. هتلاقي بقى فاس زي الناس اللي بيقول لك فاس في حاجه عمرها 70. ايوه في فاس عمرها 70000 او 60000 سنه، ايه المشكله؟ هو ده دليل ان في حضاره مفقوده؟ لا. طب ما الفاس دي موجوده زي ما كانت موجوده في مصر، موجوده في افريقيا، موجوده في امازون. هم الناس على كوكب الارض من الاف السنين. يعني انت لقيت فاس عمرها 70000 سنه مثلا، ماشي، وتروح واحد رميها لي في الكومنتس في التعليقات كأن ده الدليل. ده مش دليل على حاجه، ايوه كانت في ناس عايشه، وهي الناس نفقت وصيادين، وكان عصر صيادين، وكان عصر ناس قاعده عرايا على كوكب الارض من ملايين السنين. انا بتكلم على الحضاره يعني تبتدي تبقى في تجمعات بشريه فيما يشبه المدن. قبليها بقى 10000 و12000 و15000. بس على فكره مصر 36000 سنه قبل الميلاد ما كانش التوزيع الجغرافي ما كانش كده خالص، ما كانش في تجمعات بشريه خالص على نهر النيل. كان حاجتين ثلاثه كده على الحدود وفي الصحراء الغربيه بس، مفيش حاجه. لا كان في الدلتا ولا في الاهرام ولا في منفس ولا في الكلام ده كله. عشان بس كانك انت فاكر ان الهرم الجيزه ده ومنطقه الجيزه دي موجوده مثلا من سحيق الازمان. لا خالص، مش من قديم الازمان ولا من سحيق الازمان. الجيزه ديت وهضبه الجيزه وجبانه الجيزه دلوقتي اللي هي اللي فيها الاهرامات والجبانه الشرقيه والجبانه الغربيه دي ما بقتش تظهر على الخريطه الا في نصف الالفيه الثالثه قبل الميلاد.